بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا لاباس ويلقاكم الفيديو نهار اليوم بخير على خير. بما أنه اليوم الجمعة، جمعة مباركة على الجميع، جمعة معطرة بذكر الرحمن. نتمنى أنه الفيديو نهار اليوم يلقاكم بخير على خير. ما كانش نهار الجمعة أو ما كانش عائلة جزائرية ما يحضروش طعام نهار الجمعة. طعام كسكس بربوشة كيما احنا في الشرق نقولوا البربوشة، نقولوا طعام. وإنه نحضروه تاني ديما يكون حاضر في العائلة، في عراسنا، مناسباتنا، أفراحنا، خاصة لما يجيك ضيف عزيز تحضريه له باللحم. أنا اليوم حبيت درتو الغدا، درتو بالدجاج والخضر. بما أنه كل جمعة لازم يكون حاضر الطعام، وكل عائلة وكيفاه يحضروه، كاين اللي يحضروه بالخضر، كاين اللي يحضروه باللحم، عنده طرق عديدة بزاف. وإنما أنا نقول لكم اليوم درته بهذه الطريقة ومشاهدة ممتعة، إن شاء الله يعجبكم الفيديو نهار اليوم. نبداو بسم الله. أنا عندي هنايا قطع دجاج، أفخاذ دجاج، عندي البصل، طماطم مرحية، عندي طماطم العلب، عندي لي زيبيس توابل. هذا ما نحتاجه في الطعام تاعنا. نبداو على بركة الله، نجيبو في كوكوط، ان كوكوط، نديرو الزيت، 3 مغارف زيت، نديرو مغرف تاع سمن لا زبدة، ونحطو بعد ما نحطو نصف ملعقة زبدة، هكا ما تجيكمش المرقة كامل مديدمة ولا مدسمة. نحطو هنا عندي 2 افخاذ دجاج، واللي عندها اللحم تقدر تحط اللحم الدجاج، كل واحد كيفاه يحب يحضر. انا كان حاضر عندي الدجاج درتو لان حنايا طعام نديروه باللحم والدجاج. اليوم غدا عائلي فقط، في يعني عادي درتو بالدجاج. نديوه نحطوه فوق النار. بعد ما تذوب هذاك الزيت والزبده نقعدو نقلبو في الدجاج، هو الاول، هذيك خطوه اولى. نقعدو نقلبو فيه حتى ياخذ هذاك اللون تاعو الاحمر شويه هكا. يبدا يتبدل، يتغير اللون نتاعو. ومن بعد نحطو عليه البصل، تكون عندنا 2 حبات بصل ولا حبات كبيرة مقطعة إلى مكعبات. عادي هنا لأنه من بعد المرقة راح نصفيوها، تقدري ترحيها عادي البصل ولا تكرفجيها ولا عادي، لأنه من بعد هنا نخليوها فوق النار، نقعدو نقلبو فيها حتى نشوفو البصل دبال، بدا اللون تاعو يتغير، يرجع شفاف، الدجاج بدا يشرب فيه البنة نتاع الدجاج، تاع البصل. هنا عندنا التوابل، عندنا كركم، فلفل كحل، عندنا فلفل أحمر، عندنا كزبر، راس الحانوت والسكنجبير والملح طبعا والثوم. هنا عندنا 2 سنينات ل 3 فصوص ثوم. عندنا ملعقة طماطم مصبرة. نخليو هذو المكونات كامل يتقلاو. بعد ما يتقلاو بهذه الطريقة كيما راكم تشوفوا فيها، الدجاج دخلوا الدوايات، دخلوا لي زيبيس، تشرب المرقة باه تجيكم بنينة. السر تاعها انكم تخليوها تتقلى، تنقصوا عليها النار وتخليوها تتقلى كيما راكم تشوفوا فيها، وما تتحرقش، ما ديروا لها حتى قطرة تاع ماء. هنايا بعد ما شفتوا تقلى مليح ودخلوا طياب الدجاج، ودخلوا البنة تاع لي زيبيس والبصل وكلش، ضفت عليه 2 حبات طماطم حب مرحية ولا مكرفجة. ومن بعدها خليتها. شوف الطماطم هنا لحد الان ما حطيتش ولا قطره تاع ماء. هنايا طماطم تاع الحب طلقت الماء نتاعها، من بعد ما تجمرت مليح وتقلات مليح نمرقوها حتى اللي تغطى اللحم، لانه هذا طعام ماهيش طاجين ولا. هنا نغطيو اللحم، قطع الدجاج عفوا. واذا عندك اللحم علاه تحطي اللحم، لان احنا مدارين نديروه باللحم، وانما اليوم حطيته راح نحضر لكم بالدجاج. نقفلوا عليه الكوكوط ونخليوه يطيب. نرجعوا هنايا للطعام. بعد انا هنا عندي طعام رقيقه، يعني رقيقه موايا ماهيش خشينه بزاف. جبتها غسلتها، غسلت الطعام البربوشه، بما احنا نقولوا له البربوشه، غسلتها حطيتها قطرت في كسكاس. من بعد كي قطرت نشفت خلاص، تجيبيها هنا ضروري انه هذه خطوه. بعد ما تشوفيها نشفت تجيبيها تحطيها في القصعه، تفركيها كما احنا نقولوا، تفتحيها ولا تفركيها، وتديري لها ملعقه صغيره ملح على حسب الكميه اللي عندك تاع الطعام، وتديري لها الزيت. شوفوا هنا كي راكم تشوفوا في البربوشه الطعام تاعنا راه واجد، ونخليه يتشرب هذاك الملح والزيت. نجيب الكسكاس ونحط البربوشه اول مره تفور، المره الاولى هذه هنا لانها مازالت ما بداتش تفور.
نحط كامل واش كاين عندي طعام نحطه في الكسكاس. بعد ما نحطه في الكسكاس نديها فوق البرمة نحطها تفور. هذه الفورة الأولى بعد ما فارت هبطها من الكسكاس وما ديرولهاش الماء وهي سخونة. لازم تحاولوا شوية. شوفوا هنا راها سخونة، تحاولوا بينت لكم بلي راها شوفوا الفارة هي خارج منها، لأنه ما ديرولهاش الماء وهي سخونة حتى تبدا شوية هكا تولي تياد. وانتم بداو حتى رشنوها بالماء، حنا نقولوا نرشنوا بالماء وكل واحد كيفاه يقول. هذه هي طريقتي أنا في تحضير البربوشة. من بعد نرشنها غير رشة خفيفة على يدي هكا. انا نشوفها تشربت وانا نزيد نعاود لها، لانه كل بربوشه وكيفاه كاين السميد تاعها اللي تشرب كاين اللي ما يتشربش. هذه نصيحه ديما نقولها لكم، ما تحطوا لهاش الماء بزاف لان قادره تعجل لكم، قادره ما تكونش من نوعيه تاع سميد مليح، قادره ما تكونش مفتوله مليح. انايا من بعد ما نزيد فورتها المره الثانيه بعد ما رشنتها عاودت رجعتها الكسكاس، لانه المقطعه ما على باليش تحذف ولا شيء. تزيدي تعاودي تفوريها المره الزوجه بعد ما ترشنيها بالماء المره الثانيه ديري لها قطعه تاع زبده. انا درت لها هنايا نصف ملعقه زبده دهان. وهنايا ومن بعد تقدميها تحط حن ديري الخضار. انا الخضار كان درتها غير جريوات ولا كورجات. درت البطاطا ودرت الجزر، درتها بالخضار حطيتها. درت لها حطيت في الوسط الحمص، لانه طعام معروف انه يمشي بالحمص. ودرت عليها المرقه سقيتها هكا، لانه حنايا ما نحبوهاش تكون مسقيه بزاف، نديرو غير في الوسط ونحطوا المرق معاها، لانه اللي يحب يضيف قدامه. وهنايا حطيت قطع الدجاج اللي حضرتها بها. حطيت راس تاع القرن تاع الفلفل، راس الفلفل لانه لحته غير مع الاخير في المرق بعد ما طابت الخضره. انا نتمنى انه نال اعجابكم الفيديو، وعجبتكم طريقة التحضير تاعي كيف نحضر انايا طعام. عندي عدة طرق، وانما كل واحد وطريقته، كل واحد كيف يحضر. كاين اللي يحبوا يحضروه باللحم، كاين بالدجاج، كاين بالخضر، كاين اللي يديروا جميع الخضر، كاين اللي يحبوا غير نوعين من الخضر. كل واحد وكيفاه يحب يحضر. وانما يبقى طعام هو الطبق ولا البربوشة طبق رئيسي في مناسباتنا وأعراسنا أعيادنا، ديما يكون حاضر وعنده أنواع 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 لا تعد ولا تحصى. تحية للعائلة الكريمة، العائلة الجزائرية، وتحية لعائلتي. وما ننساوش أنه لازم أطباقنا التقليدية نحافظوا عليها. الجمعة طيبة مباركة على الجميع، وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.